لو قلتلك إن الدولة بتستلف بفايدة توصل ل26%، هتصدق؟ مش بنك خاص، مش شركة، الدولة نفسها. الأسبوع ده حصلت حاجتين مهمين. أولاً، الدولة طرحت سندات 3 سنين كانت مستهدفة تبيع حوالي 36 مليار جنيه، لكن باعت بس حوالي 27 مليار. ليه؟ لأن اللي بيشتروا الدين كانوا بيقولوا عايزين فايدة أعلى، ممكن 30%، فالدولة نزلت لهم عند 25% وبرضه ما كملتش المستهدف. ثانياً، طرحت صكوك سيادية برضه لمدة 3 سنين، المستهدف حوالي 5 مليارات جنيه، اتباع منهم حوالي 4.4 مليارات بفايدة حوالي 21.24%. يعني إيه الكلام ده ببساطة؟ يعني المستثمر بيقول أنا مش هسلفك إلا لو هتكسبني كتير، والدولة بتدفع عشان تمول العجز وعشان تسد القديم بالجديد. بس السؤال اللي يهمنا احنا، الدولة هتدفع الفايدة دي منين؟ من نفس المكان اللي بنحسه كل يوم: كهرباء أغلى، بنزين أغلى، مواصلات أغلى، وخدمات أقل، لأن الفلوس بتروح للدين. ولما الفايدة تبقى 26% على أذون قصيرة وحوالي 25% على 3 سنين، ده مش رقم اقتصادي بس، ده معناه إن الدين بيبقى أغلى والفاتورة بترجع لنا إحنا. والسؤال الحقيقي، لو 25% مش مكفي، يبقى كام هيكفي؟ ومين هيدفع التمن؟